السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو ده يا جماعة نعرف إن شاء الله أخبار الأهلي على مدار ال 48 ساعة الماضية. تمام. أولا النادي الأهلي حتى الآن لم يفقد الأمل في صفقة المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي رغم المطالب المادية التي وصلت إلى 4 مليون و200 مليون يورو من جانب النادي التركي، حيث عرض الأهلي 3 ملايين دولار فقط ومستعد لرفع العرض إلى 3 مليون و500 يورو، وهو أقصى رقم ممكن أن يعرضه الأهلي، كما رفض الأهلي فكرة استعارة اللاعب التي عرضها بشكتاش. يعني الأهلي عايز يقول إيه؟ الأهلي مش حابب فكرة استعارة اللاعب 6 شهور. يعني 6 شهور بالنسبة للنادي الأهلي نادي كبير جدا، فمش هينفع اللاعب يجي 6 شهور ويمشي. الأهلي عايز يخلص في لاعب على طول. مش حابب فكرة ان يجيب لاعب يقعد معاه 6 شهور وبعدين يمشي. لا، الاهلي بيطالب فريق بشكتاش التركي ان هو يخلص في الصفقة على طول، يشتريها خالص. تمام. وده الخبر الاول بالنسبة للاعب موليكا. اما الخبر الثاني اللي هي الصفقة الثانية، عاد النادي الأهلي للتفاوض مرة أخرى مع البرازيلي جوستافو مهاجم نادي جونبوك الكوري الجنوبي، حيث رحب نادي بالعرض الأهلاوي، إلا أن اللاعب يريد الاستمرار في كوريا الجنوبية نظرا لرغبة أسرته. لكن الأهلي يحاول الضغط على اللاعب بزيادة المقابل المادي المعروض عليه من أجل ضمه. اللاعب طبعا رافض فكرة النادي الأهلي بسبب أسرته عن عايشة معاه في كوريا وكده. اللاعب مش ممانع ان هو يجي الاهلي طبعا. اللاعب رافض عشان اسرته مش اكتر بس، انما الاهلي لو اللاعب لو عليه مرحب جدا اللي هو يبقى موجود في الاهلي الفترة القادمة ان شاء الله. ده بالنسبة لصفقة الاهلي التانية. اما بالنسبة للصفقة التالتة معانا اللي هي المرشحة للنادي الاهلي، تم عرض التنزاني سماتا لاعب مازيمبي الأسبق ومهاجم فنربخشة التركي الحالي على مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إلا أن المدرب رفضه وأكد أنه ليس بالمواصفات التي يريدها، وأن رغبته الأولى هي موليكا أو جوستافو. يعني مارسيل كولر طبعا من وجهته ان هو مش محتاج المهاجم ده، هو محتاج واحد من الاتنين دولت، يا موليكا او جوستافو. طبعا مدرب وهو ادرى مننا بكتير جدا. فان شاء الله كل التوفيق ودي صفقة الاهلي اللي كانت مرشحة التالتة، بس تقريبا دي كده مرفوضة خالص يعني. اما بالنسبة للخبر الرابع، وهو وضع الاهلي سيناريو بديل بتجهيز ثنائي هجومي اخر امام كولر، ولكنهما من الصنف الثاني وليس الأول مثل موليكا وجوستافو، وسيتم اللجوء إلى أحدهما حال فشل التعاقد مع موليكا أو جوستافو. يعني اللاعب اللي هو الخبر الثالث اللي انا كلمتك عنه، اللي انا قلت لكم من شويه، اللي هو المفروض اللي هو الصفقه هتفشل يعني. كولر حدد لو هو ما جابش، لو الاهلي ما عرفش يتعاقد مع موليكا او جوستافو، يتعاقد مع اللاعب ده لحين الانتهاء من كأس العالم للأندية. وده طبعا يعني حاجة أنا شايف إن حاجة مش كويسة. إحنا داخلين على كأس عالم ومحتاجين مهاجم تقيل جدا، لأن الأهلي حاليا مفيش ثقة في أي مهاجم. مفيش مهاجمين على أعلى مستوى. أتمنى لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك أي أخبار عن الأهلي جديدة إن شاء الله الفترة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.